السلام عليكم البنات. اليوم جبت لكم دائما مع الكاطو تاع العيد، جبت لكم واحد صابلي رائع. راح يقطع لك حوالي 50 حبه، والعجينه تجي طريه ويجي هايل. الحشو تاعو بسيط ولذيذ في نفس الوقت. المقادير هي: عندنا كاس سكر ناعم، عندنا 250 غرام تاع ماكانين تكون طريه، كاس تاع سكر ناعم مغربل، كاس تاع نشا، عندنا نص كاس تاع زيت، عندنا كاس تاع جلجلان وزوج بيضات كاملين، وعندنا نص باكي تاع خميره والفرينه باه نطمو الصابلي تاعنا. نروحوا اول حاجه للمقارين. راح نخدموا المقارين مع السكر الناعم، راح نضربوهم مليح حتى تحصلوا على كريمه. شوفوني حطيت الزبده وحطيت السكر، راح نطلعوهم مليح. هنايا راح تقدري تستعملي الباتور كما تقدري تستعملي يدك. هنا راح نبداو نضيفو في الزيت، راح نضيفو نص كاس تاع الزيت، نضيفوه بشويه مع التخلط. نضيفو البيضات، عندنا زوج بيضات، ها شوفوا الخليط تحصلوا عليه. راح نضيفو الجلجلان، كاس تاع جلجلان محمصه، ونضيفو الكاس تاع النشا. دخلوا داك النشا، هاو الخليط نتحصلوا عليه. دوكا نبداو نضيفوه في الفرينه باه نضمو العجينه. نحط هنايا كميه هكا تاع فرينه في البدايه، ومن بعد راح نضيف معها نص باكي تاع الخميره، ندخلو ديك الفرينه والخميره نزيد نضيف الفرينه ونبدا نستعمل يدي باه نطم العجينه. شوفوا ها العجينه كيفاه تجي طريه. طموها فقط ما تعجنوهاش، خليوها حتى 5 دقائق وراح نشكلوها. بعد ما ارتاحت لي العجينه نحطوا كيس بلاستيكي كما مالفين، ونحطوا العجينه ونغطيوها بكيس بلاستيكي اخر ونحلوا العجينه السمكه. نرقوها لانه فيها الخميره، وراح نديرو حبه فوق حبه هكا، ونبداو نقطعوه. هنايا راح نستعملوا الشكل هذا تاع المثلث، نقطعوا مثلثات نحطوه في السنيوه، عمرو السنيوه كامل، بعدهم شويه على بعضهم بما يلصقوناش، ونطيبوه نحمروه من تحت مليح. ومن بعد نطفيو الفور تاعنا ونخليوه شويه في الفور باه يطيب لنا شويه، ينشف لنا من الفوق، ما نشعلوش عليه من الفوق، خليوه فقط في الفور راح يطيب من الفوق. ونخرجوه نخليوه يبرد، ورايحين نحضروا الحشو. شوفوا الحشو عندنا، في الحشو عندنا كيلة تاع كوكاو، عندنا كيلة ناقصه شوي تاع قاطو مرحي، عندنا كيلة تاع قطايف محمصين، عندنا نص كيلة تاع فايتين،
عفوا عندنا كيلة عفوا نص كيلة تاع حلوة الترك. حلوة الترك تقدري تستغني عليها. هنايا المكونات تقدري تبدلي اي مكون يعود ما عندكش تقدري تستغني عليه. نحطو كامل المكونات هادو. نعاود قلنا نص كيلة تاع فايتين، كيلة تاع قطايف محمصة، وعندنا كيلة تاع كاوكاو، ونص كيلة هنا ولا شوية تاع حلوة الترك. هذه اختيارية. والكاطو عندنا كاطو بدون تما ما فيهش الشيكولا، عندنا كيلة تاع كاطو. نخلطوا المكونات. هنايا تقدري تنقصي في الكيلة الا درتي كميه صغيره، قسمتي الكميه اللي درت بها انا درت الكاطو، تنقصي في الكيلات تاع الحشو هذا ما يجيكش بزاف. هنايا ورايحين نطمو هذا الحشو بنوتيلا شكلت الطلاء. تقدري تطميه بنيسلي كراميل. ها هو الحشو اللي نتحصلوا عليه. هذا هو الحشو، يكون شاد روحو، ما هو ناشف ما هو يابس. هنايا او مازال شويه يابس. انا يحكمت زدت ضفت له شويه تاع شوكولا. هنايا درت غلطه، شوفي ضفت له شويه الشوكولا زدت له بزياده. دوكا هنايا كي جيت نخدم به شويه عذبني. هنايا نحط كيس بلاستيكي نحط هذاك الحشو تاعي ونحلو بالحلال ونقسمه مثلثات بنفس المثلث نفس الطابع اللي قسمت به الصابلي. هنايا الرق الحشو تاعنا نديروه تقريبا قد الرقيق قد حبة الصابلي. نفس قلنا الطابع حنقصوا به مثلثات. هنايا تقدري تخدمي هذا الحشو تحطيه توجديه، ومن بعد تولي ديري العجينه تاع الصابلي. كما قلت لكم هنايا انا شويه درت زياده تاع النوتيلا شكوره الطلاء، راني شويه تما شويه طالق روحو. هنايا نجيبو الحبه تاع الصابلي نحطو هذاك الحشو مثلث تاع الحشو ونحطو المثلث الثاني فوق الحشو. ها هو النتيجة، هذه هي النتيجة. دوك تشوفوا معايا زيد نعاود لكم حبة باش تبان لكم مليح. نحكموا حبة تاع الصابلي نحطوا فوقها الحشو ونحطوا الحبة الثانية فوق الحشو. طريقة سهلة. هنايا نحاولوا نضغطوا قليلا فقط باش يلصقوا الحبات، ما نضغطوش بزاف يتكسر لنا الصابلي انه عجينه تاعو هشه كثير. هكذا هنايا بعد ما نكملوا كامل الحبات تاوعي هنا بالنسبه للعجينه راح نفكركم باللي هذه المقادير اللي عطيتهم لكم احكموهم عندكم، راح يكونوا مناسبين جدا للاعراس والمناسبات تاعكم. راح قلت لكم تخرج لكم 250 غرام تاع ماغارين تخرج لكم حوالي 50 حبه. هنايا راح نزينوه. شوفوا انا خيرت راح نزينوه بالقطاي. راح نديروه على الحواشي نديروه في الكونفيتور. هنايا معجون نشماش خففته شويه بمزهر. شوفوا
هكا نقصو مليح الحبة هكا الحواف تاعها، ومن بعد نحطوها في القطايف. هنايا تقدري تبدلي له هذا التزيين اللي درتو انا، تقدري ديريه في شيكولا سوداء، كما تقدري ديري له الكاوكاو ولا على الحواف ولا اي حاجه تقدري تبدليها. التزيين هنا يبقى اختياري لكل مرأة واش تحب تزين الكاطو تاعها. هاي الطريقه باينه، نديرو في المعجون ومن بعد نوليو نرجعو نديروه في القطايف. ها هو شكله هنايا من الفوق، شوفوا كيف راح نزينو بعد ما درت له القطايف كامل على الحواشي. عندي هادو الشيكولا، هذه الملصقات هادو يتباعوا عند اللي يبيع لوازم الحلويات. ديري فيه الشيكولا يخرج لك هذا الشكل. كاينين اشكال كثيره، انايا تبعت المثلث، من درت صابلي تاعي مثلث راح ندير هذا الشكل مثلث، درتو مش مثلث عفوا. هنا نحط شيكولا، نقطه تاع شيكولا تاع طلاء، ونلصق هذه الحبه تاعي. درت شيكولا الطالي، حطيت الاخر ولصقتها. ها هو الشكل النهائي تاع صابلي تاع اليوم، اللي جاء رائع، بنه ما اسطوريه البنه تاعو هايل. وكما شفتوا هنايا ندرت لي كميه، قلت لكم حوالي 50 حبه، فقط 250 غرام تاع ماغارين، خرجت 50 حبه تاع صابلي. شوفوا الشكل تاعو يجي رائع رائع رائع. العجينه تجي هشه، هذاك الحشو يجي طري ويجي بنين بزاف. كما شفتوا مكوناته كامل بنان. كنقسم لكم الحبه وتشوفوها كيفاه جات من الداخل. شوفوا تقسم بسهوله وتكم يجي هايل. جربوه ان شاء الله تجربوه في العيد هذا وتتمتعوا به. شوفوا العجينه جات رائعه، حشو رائع، هايل هايل، مناسب للأعراس للأفراح تاعكم. تقدروا تخبيو هذه الوصفة لأفراحكم. هذا هو الفيديو تاعنا، صبلي تاعنا تاع اليوم، صبلي المثلثات المحشو بحشوة هايلة بالقطايف. نلتقي بحول الله في فيديوهات قادمين مع مزيد من الوصفات الناجحة والبسيطة. ما تنسوش تجملوا الفيديو هذا وتبارطاجيوه. سلام.